السلام عليكم حبايبي. اليوم راح نسوي لكم الكبة اللبنية السورية. اليوم من ايد الحجية راح تسوي الكبة اللبنية، وهاي أول مرة احنا نسويها. وهسه خليكم ويانا. هسه خلي الجدر على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه راح نجيب اللبن. باعوا هذا كيلو لبن. باعوا شلون ابو القشوة يخبط. هسه راح ندير اللبن. بسم الله. هاي يسموها كبة لبنية. احنا العراقيين ما مسويها، راح نتعلم نسويها. هذا اللبن. هسه خلينا اللبن على النار، نخلي 3 قلاصات مي. هاي وحدة، هاي الثانية، هاي الثالثة. باعوا بناتي شوفوا، هاي 3 قلاصات مي. هسه نخوطه شوية، نصفي اللبن. خلته على نار هادئة بين ما اصفي اللبن. هسه اخلي خاشوقة نشا. باعوا بناتي هاي خاشوقة نشا. بسم الله. ويا اللبن والنشا سوية. ابد لا تركون اللبن، ظلوا خوطوه. باعوه هالشكل. هسه ادير له قلاص لاخ مي حار. هسه نقول بسم الله. هاي صارت 4 قلاصات، من هناك 3 وهاي قلاص صارن 4. يلا بنات هسه حذب شوية ملح، ولازم ملح، مو تنسون الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد شلون شوي شوي دي يدخن، لانه احنا درنا له النشا. هسه راح اخلي الزبد. باعوا بنات هاي الزبد. باعوا. هسه خلي شوية نعناع. هذا النعناع الجاهز. باعوا بناتي خليت الزبد. هسه ورا الزبد شوية خلي نعناع حتى تصير ريحة طيبة. باعوا بنات هذا النعناع الجاهز. كلش طيبة النعناع المطحون ويا اللبن. بنات انتم مسوين كبة لبنية؟ اذا ما مسوين نفس الطريقة هاي سووها، ان شاء الله تنجح. واقول لكم اذا نجحت اقول لكم. الكبة اللبنية العالم هواية دا يسووها، حتى العراقيين قاموا يسووها. قلت والله خلي نذوقها. قلت له اذوقها اشوفها طيبة. يقولون طيبة، كلش طيبة. طبعا الاكلات السورية طيبة، كل منو اكلاته. طبعا السورية اكلاتهم طيبة، الكبة النية، كبة اللبنية. احنا عندنا دولمة، البرياني، السمك المسقوف، كل منو اكلاته. احنا اكلاتنا العراقية وهم اكلاتهم السورية. فاحنا شو نسوي؟ نجرب الاكلات مالتهم، نشوف طيبة ان شاء الله تطلع طيبة. باع النعناع شلونها تخبل، خليته هواية حتى تصير طيبة ريحتها. ان شاء الله تطلع طيبة الاكلة. اذا طيبة طبعا اقول لكم حتى تجربوها انتم هم. واذا ما طيبة هم اقول لكم لا تحرمون الاكل وما طيبة. زين. باعوا بنات شلون تفور. شوفوا. هسه راح ادير الكبة. باعوا بناتي شلون كبة تخبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اول وحدة. باعوا كبة جريش تخبل. بسم الله. هسه اظل اخوطها. بنات هسه راح اخليها على نار هادئة الى ان تستوي. وهسه راح اخلي الثوم. باعوا قبل ما نطفي. باعوا هاي على مود نونة زيدتها ثوم.
لان انا كلش احب الثوم ويا الاكل، تعطي طعم كلش طيب. وهاي الكبة اللبنية صارت جاهزة بهذا الشكل. هسه راح اسوي زلاطة. هنا أنا عندي هذا اللهانة سويته بهذا الشكل، وهذا الجزر المبروش همين اخليه فوق اللهانة. وهسه اخلي 3 خواشيق لبن. هاي اول خاشوقة، وهاي الخاشوقة الثانية، وهاي 3 خواشيق. وهسه اخلي 3 خواشيق شكر. هاي اول خاشوقة، وهاي 2، وهاي 3. وهسه نخلي المايونيز. طبعا هذا المايونيز لازم نخليه هواية حتى تطلع هاي الزلاطة طيبة. وهسه نخبط المكونات، لازم نخبطها كل زين حتى كل اللهانة والجزر كله يصير بمايونيز. وهسه صارت الزلاطة جاهزة بهذا الشكل. هسه نخليه هنا بهاي الكاسة. وهذا الشكل النهائي للزلاطة، زلاطة مال اللهانة، جربوها كلش طيبة. وهاي زلاتي. وهاي الزلاطة سوتها مع عبودي. هاي خس وطماطة، وبعد ايش خليت وياه؟ خس وطماطة وخيار وفلفل، يعني ما مبقي شي. هسه راح تخلي له نعناع مطحون. هذا النعناع المطحون خليه شويونه. يلا حبايبي، وصارت الزلاطة جاهزة. مع عبودي اليوم سويت لنا مرقة بوتيتة وتمن. وهسه مع عبودي دا تصب لنا الطرشي. شلون طرشي؟ شوفوا حبايبي كلش طيب هذا الطرشي. وهسه نصب الفطور. اول شي راح نصوب المرقة مال الكبة اللبنية. شوفوا شلون صارت حبايبي، ان شاء الله تطلع طيبة هاي الاكلة. شنو رايك مع عبودي، تطلع طيبة هاي الاكلة لا لا؟ ما مجربيها، هاي اول مرة. ان شاء الله تطلع طيبة. شوفوا حبايبي، وهذا الشكل النهائي للكبة اللبنية. وهسه بدنا نصب التمين. طبعا اليوم سوينا تمن شعرية. وهاي المرقة مال بوتيتة. طبعا دائما ام عبودي تسوي لنا اياها وطعمها كلش طيب. وهسه حبايبي هذا الشكل النهائي للفطور. ما شاء الله خير وبركة. هسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت بك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ولصوم غد نويت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسه ماما دا تجرب هاي الكبة اللبنية وتعطينا رأيها. وهذا التمين إن شاء الله نشوفها طيبة. بسم الله. والله العظيم طيبة بدون مجاملة، والله العظيم طيبة تخبل. حبايبي. الحجية قالت هاي الأكلة كلش طيبة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. شلون طيبة؟ تقدرون تاكلوها حتى ويا الصمون ويا التمن ويا أي شيء. باعوش شلون طيبة بناتي. بسم الله. حبايبي أطيب شي بهاي الكبة اللبنية هي اللبن. وايد شلون طعمها طيب. خليه ويا التمين بس شوفوا. بعدين تقول يومي الله ايش قد طيبة. ليه عبالك مرقة ما عبالك لبن؟ يما عاشت ايدش على هاي الكبة اللبنية. وهسه نفطر ونرجع لكم. خليكم ويانا وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. حبايبي هسه كملنا الفطور الحمد لله رب العالمين. كانت الكبة اللبنية كلش طيبة. ولهنا وننهي الفيديو حبايبي، مع السلامة.